السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهاردة هعلمكم ازاي ان احنا نعمل زينة رمضان بطريقة سهلة وبسيطة. انا هعملها النهاردة عشان نعلقها في شقتي بمناسبة دخول رمضان علينا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. اول واحدة هنعملها هي النوع ده، جميلة وسهلة وبسيطة، وهعلمكم ازاي ان احنا نعملها. في نوع تاني اللي هو ده، برضو سهلة وبسيطة ونقدر نعملها بكل سهولة. ممكن بقى الالوان انتوا تفننوا فيها زي ما انتوا عايزين، وتغيروا اللي انتوا الالوان، تدمجوا الوان اللي انتوا بتحبوها. انا اخترت الالوان ديت مع بعضيها، ممكن لو حابين تحطوا الوان تانية مع بعض براحتكم. الورق ده اسمه ورق كانسون، جايباه من المكتبات، ومش غالي ولا حاجة يعني. حلوة الورقة، يعني لو هتجيبوها جملة من محل ورقيات بيبقى اسهل، احسن مما تجيبوه من مكتبة يعني. هنبدأ مع بعض الفيديو عشان ما اطولش عليكم. هبدأ الاول بالطريقة دي. بسم الله. الورقة اهو، انا كنت جايبة رزمة فيها كل الالوان، فيها الاحمر، فيها البرتقاني، فيها اللبني، فيها ابيض، فيها التركواز، فيها اصفر، وفيها بامبا، وفيها اخضر اهمت، من كل الالوان. وجميل، ورقه حلو ورايق وجميل وسهل كمان في الاستخدام ومريح كمان في الاستخدام. هبدأ معاكم هعمل ايه، واحدة من كل نوع. انا عملت الاحمر والتركواز، هجرب بقى اعمل لون تاني اللي هو الاخضر او الاصفر. بسم الله. خلينا نعمل اللون اللبني عشان يبان معانا في التصوير. انظم الدنيا قدامي بقى كده عشان ايه الشغل يبان. هشيل دول عشان ايه اوسع لنفسي كده، وعشان يبان كويس انا هعمل ايه وتعرفوا انا هعمل ايه بكل سهوله. بسم الله. بسم الله. الاول ورقه اهي. طبعا النوع ده من الزينه بيحب ورقه مربعه، والورقه دي مستطيله. عشان اضمن ان الورقه تبقى مربعه معايا هعمل كده. بسم الله. هتنيها على شكل مثلث كده، هتطلع معايا مربعه بالظبط. المقص اهو. بسم الله. دي مش هرميها، انا هعمل بيها زينه تانية. بصوا لي كده اهو، كده بقت الورقه مربعه بالظبط. هتنيها تاني على شكل مثلث، واتني المثلث ده كمان مره. بالظبط كده، خلي الجنبين قد بعض. اهو. وهبدأ اقص من تحت من قاعدة المثلث. المثلث هيبقى قائم الزاوية، الناحيتين مقفولين. مش هعمل من الناحية المفتوحة، انا هعمل من الناحية المقفولة، من هنا كده، من الناحية اللي فيها طرفين. واجيب المقص واقص. بسم الله. هقصها بطريقة كده، بس مش هجيبها للاخر، انا هجيبها قبل الاخر بحاجة بسيطة اهي. اهي تاني. تاني. كمان.
كمان اهي. بعد كده هفردها كده، افرد ده برضو كده. هلزق بقى في صمغ ينفع، في بريت ينفع، في امير ينفع. حابين تجيبوا غيره ابيض من عند الراجل بتاع البويه برضو ينفع، اي ماده لاصقه تحبوها. انا هستعمل البريت لانه سهل معايا في اللزق واسرع اهو. بسم الله، وهقول بسم الله. هاتني الاولانيه كده، اول واحده يعني ادهنها كده من البريد، واحط الطرف ده على الطرف ده، وافضل ضغطه شويه كده لغايه ما ما يمسك مع بعض. واضيرها وادهن برضو الطرف ده، وبرضو امسكها شويه لحد ما تلزق، وبرضو اضيرها واحده يمين واحده وش واحده ظهر، برضو هلزق كده. واضير واضير واضير. اخر حاجه، اخر طرف اهو، وكده كده خلصت معايا. شكلها جميل وسهله وبسيطه ومخدتش معايا وقت. طبعا هحاول اخرم الطرف هنا. عندك خرامه ماشي، عندك ابره ماشي، عندك دبوس ماشي. ممكن كده تعملي خرم بسيط، تعملي خرم بسيط هنا في الطرف عشان خاطر تعلقي منه الزينه دي تبقى كده. انا هخرمها عندي بخرامه، انا عندي خرامه هخرمها بيها. بسم الله. عملت فيها خرم عشان اعلقها من هنا كده، وده شكلها بعد ما خلصت. جميله وسهله وبسيطه وبتعجب الاطفال، عشان الالوان بس بتاع الورق، الالوان بتبقى جميله وبتعجب الاطفال. هنبدا في الثانيه. انا هختار لونين مختلفين عن اللي انا عملتهم. انا كنت عامله اللبني مع الاورنج، وعامله التركواز مع الابيض، وعامله الاحمر مع الاصفر. هختار انا بقى لونين جداد اعملهم. اختار مثلا نقول الابيض مع الاحمر مثلا. خلينا في الاحمر، اللونين دول بيبقوا جمال جدا مع بعض، برضو هيدوني ورده شكلها جميل جدا. اشيل بس من قدامي الحاجات ديت عشان اسهل على نفسي. وهشيل دي كمان وهرجعها في اخر الفيديو عشان يبقوا الاتنين جنب بعض. اقول بسم الله. هركن دي كده ودي معايا اهي. اقول بسم الله. برضو النوع ده عايز ورقه مربعه. انا هبدا بالاحمر عشان خاطر يبان، لان المفرش ابيض فمش هيبان الابيض قوي معانا. يعني ابدا بالاحمر الاول وبعد كده نعمل الابيض.
برضو عايز ورقه مربعه، والورقه دي مستطيله، هعمل مثلث زي ما احنا متعودين، سهله وبسيط. وهقص المثلث اهي، وهعمل البيضه زيها برضو كمان عشان الوقت. اهي وهقصها برضو. برضو ورقه مربعه اهي. طيب هنبدأ بالأحمر. أنا عملت مثلث أهو، هتنيه كمان تانية، اهو. انا اهو مثلث، كمان مثلث، كمان مثلث. لا خلينا مثلث واحد عشان تبقى الرسمة كويسة. عملتها كمان، طبقتها كمان مرة، يبقى كده احنا طبقنا مرة كبيرة في الأول، طبقناها كمان مرة، ودي مرة كمان. هاجي من نص طبعا المثلث برضو قائم الزاوية اهو، هاجي بقى من نص الارتفاع بتاع المثلث كده، من هنا من الناحية المقفولة مش المفتوحة، من هنا كده، وهعمل اجي بالنص كده واروح على مفيش على رسمة ايه زي ورقة الشجر كده اهي. بصوا ماشي. وهاجي من هنا، من هنا بقى على الناحية التانية، واعمل ايه كده، بس مش هوصل للاخر، انا هجيبها مش هجيبها للاخر، انا سايبه منها ايه حته كده. وهاجي من تحت شويه واخد برضو كمان، اعمل كمان واحده اهي، برضو مش هجيبها للاخر، انا يا دوبك ايه مش هوصلها للاخر يعني اهي. افتح بقى كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اصبح عندي رسمه الورده اهي، عايزه بقى اعمل لها اكملها. بصوا لي بقى كده، هجيب البريد افردها الاول كده كويس عشان تبقى كويسه معايا، واجي على الطرف اللي هو الوسطاني واتنيه كده، اجيبه عند النص عند المنتصف كده. طبعا هلزق هنا بالبريد، بصوا لي كده، واجيب المنتصف ده واعمل كده. هنفضل ضاغطين شويه بس كده على ما البريد بتاعه يلزق شويه.
هلزق التانية بالمرة جنبيها اهي. الناحية دي مش بتلزق، معلش هو الورق ده بيبقى فيه ناحيتين، ناحية تبقى ناعمة شوية ما بتستحملش اللزق اهو. ادي الناحية التانية، في ناحية بتلزق كويس اهي اهي، شفتوا؟ بسم الله. عموما عشان البريت ده ما لزقش اللون الاحمر بالذات، الاحمر والتركواز غلبوني شويه، انا هستعمل نوع تاني ماده لاصقه برضو بس اقوى شويه من البريت. كده لزقتها اهو، ده شكلها بعد ما اتلزقت، شكلها جميل. انا لزقتها بده لان البريت اللون ده ناعم شويه عن الورقه الالوان التانية. لزقتها باللاصق ده زي الامير، بس اللي هيستعمله يحاذر فيه شويه لانه هو ماده لاصقه قويه شويه، في خطوره قوي على الاطفال. لو هتعملوا الزينه دي مع اطفال ما ينفعش ان انتوا تستخدموه، يبقى الاسهل البريت لان البريت ممكن يتعالج، انما ده صعب شويه. هعمل البيضه كمان، انا قصيتها كمان عشان اسهل عليكم الموضوع، عشان اللون الابيض مش بيبان زيها نفس الورق. هركن دي كده كده اهي، هلزقها بقى بالبريت لان هي ايه اللون الالوان التانية دي بتلزق على طول. شفتوا لزق ازاي على طول؟ هو اللون الاحمر اللي متعب شويه في اللزق، واللون التركواز والاسمر، الالوان الغامقه لان بتبقى صبغتها تقيله فبتخلي الورق مش بيلزق قوي بالمواد اللاصقه. ادي البيضه اللي لزقت معايا على طول ازاي، واللبني برضو لزقت معايا، والبرتقاني والاخضر والاصفر والحاجات دي لزقت لان ما فيهاش صبغه كتير مش زي الالوان الغامقه. ادي اهي. هقوم بقى جايه دي احطها في ظهر دي، بس ايه يعني اخلي اللي هو كل طرف، يعني كل ورقه من الاطراف دي في نص الاتنين التانيين بتاع اللون التاني اهو. بصوا كده كده. هجيب بقى البريد اهو واقوم ملزقه دي في ظهري دي كده اهي، وبكده تبقى خلصت. سهله وبسيطه ورقيقه في نفس الوقت،
وهتعجب الاطفال قوي. وطبعا هنا بالبريت بقى هلزق الاطراف السايبه دي عشان خاطر ما تسيبش مننا واحنا بنعلق. اهي اهي. طبعا هرجع بقى كده اللي هما اتطبقوا دول اعمل لهم كده بايدينا. سهل ان احنا نعدلها لانها ورق ولين ويمشي معانا وتبقى جميله جدا. اهي اهي. ودي برضو هعملها كده. نستلزق دي كده تمام اهي. جميله من ناحيتي. هخرمها بقى بخرومه بدبوس ابره باي حاجه، واجي على الطرف كده واخرمها عشان ابقى اعلقها كده في فتله. طبعا هتشوفوها لما تتعلق باذن الله. هعمل لكم فيديو لما نعلقها واوريها لكم ان شاء الله في لما نعلق الزينه بتاع رمضان. طبعا بعد ما عملت الشكلين دول في ورق فايض كده هنا. طبعا انا بعمل الوان كتير، بدمج دول جنب بعضهم كده، ورقه جنب ورقه جنب ورقه، بطلع شكل جميل قوي. يعني هنستفيد من كل حاجه زي دي كده. الوان كتير، بامبا ولبني وبرتقاني واسمر اصفر. طبعا دي هجيب لها برضو فتله كده وهعلقها تبقى مع الرسمه، او نعلقها كده اخرمها برضو خرم كده واقوم معلقاها مع الزينه. طبعا هعلقها وهتعجبكم اهي. لما اخلص مش هنرمي حاجه خالص، هنستفيد منها ايه كلها. اما بالنسبه لدول انا شفتوا زينه زمان بقصها كده رفيعه بالطول وايه واقسمها نصاص نص كده، وهعملها زي زينه زمان اللي الاطفال بيحبوها السهله دي. هوريها لكم. انا عملت منها كتير. طبعا الزينه دي مش محتاجه، لو حابين ان احنا نعملها اعملها لكم اهي. بقيت اقصها رفيع كده وعملتها دواير دواير في قلب بعضيها. عملت منها فرع جميل قوي. ممكن اوريها لكم دلوقتي تبقى سهله برضو ان انا اعملها لكم، سهله جدا. اوريكم بتتعمل ازاي. طبعا هنا مفيش الا هما الثلاث الوان اللي انا عملت بيهم بس، انما طبعا كنت عملت الزينه كتير منها فعشان كده الالوان كلها مختلفه. اوريكم بصوا انا عملت كده سهله جدا وبسيطه، كان زمان الاطفال بيعملوها اهي كده. خلينا في اللبني عشان خاطر الاحمر بيغلبنا في اللزق شويه. بصوا ولا هنعمل احمر يغلبنا مش مشكله، عشان برضو نوريكم كل الالوان مع بعضيها تبقى عامله ازاي اهي. بصوا كده بقى نحطهم مع بعض اهم مع بعض كلهم. دي طريقه بتاع زمان بتاع اخواتنا وحبايبنا، بس احنا عملناها شكلها صغير. باجي من عند النص واقصها كده نصين، بقى معايا كذا ايه واحده. اقوم عامله بقى كده بسم الله. سهله جدا بقى، يعني ايه مش محتاجه عمايل زي ما بيقولوا. وادخل دي في قلب دي كده والزقها برضو بالبريد
ودي في قلب دي برضو هلزقها بقى بالمادة اللاصقة، لان الاحمر ده بيغلبني في البريت شوية. بصوا بقى بحط نقطة بسيطة خالص لانه صعب جدا ومضر اساسا، مخيف بصراحة، بيلزق ولو ايدك لزقت او صابعك لزق بيبقى صعب ان انت تفكيها، بتبقى اهي شوفوا بتبقى فيها مشكلة شوية. وادخل بقى ارجع تاني اخد الابيض ادخله مع الاحمر كده والزقه بالبريد كده لبني بالترتيب كده مع بعضنا. بيبقى شكلها كده. بس في الاخر بقى احنا عملت الوان منها كتير، فعشان كده ايه شكلها طلع بالشكل الجميل ده اهيت. هنقدر ان احنا نعلقها مع الوردات الجميله دي اهي، مع دول جميله جدا برضو. وادي اللبني وادي الاحمر وادي منها اسمر وادي اصفر، كلها بتبقى الوان جميله بصراحه، والاطفال بيحبوها قوي لانها سهله وهم بيقدروا يعملوها هم كمان معاكي اهو. وادي بامبا، وعملت من الورده الاصفر مع الاخضر جميل جدا، لونه حلو ومريح للعين كمان. وعملت بامبا مع اسمر، وفي منديل برتقاني، ودولت بقى اللي فاضوا منهم من الوردات عملتهم بالوان مختلفه عشان نعلقها برضو زي النجمه كده اهيت بفتله برضو. طبعا هتشوفوا ده كله متعلق باذن الله في الفيديو الجاي لما نعلق زينه رمضان وتشوفوها معايا هتعجبكم جدا. ولو عجبكم فيديو النهارده تقدروا تعملوا لي لايك